بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم هذا الشريط لكل أخ من أهالي بلدة يازور الغالية، حتى لا ننسى الوطن الغالي الذي جبل بعرق ودم الآباء والأجداد مهما تعاقبت الأجيال. رشيد علي حجازي. هذه بعض المشاهد المأساوية من المستوطنات اليهودية التي أقيمت على الأراضي العربية المصادرة حول مدينة القدس، وأنا الآن في طريقي إلى يازور. بعد الجسر مباشرة تبدأ حدود يازور. أيوة. أيوة. هذه من الآن وصلنا حدود يازور بالضبط، على اليمين وعلى الشمال. على اليمين وعلى الشمال يازور. أي نعم. تمتد حوالي يمكن أكثر من كيلومتر للشمال، ونفس الشيء للجنوب. هذه طبعا كلها بيوت جديدة، بيارات كانت هين كلها نشفوها وألغوها، وهذه كلها خرابيش والبيوت والبيوت الجديدة هذه كلها جديد صار. احنا الآن في يازور. طبعا هنا قبل 48 كانت هنا كلها بيارات، شيء جميل جدا. اليهود هنا كله خربوه زي ما انت شايف. هلا صرنا قريبين على مدرسة يازور. مدرسة يازور أمامنا، هذه الحديقة تبعتها، هذا الشجر العالي أمامنا، هذه من أرض المدرسة. في هناك علم أصفر، عند العلم الأصفر، هذا من أرض المدرسة تبع يازور كلها. هنا على اليمين بتودي على بيارة اسمها بيارة خاشو، وبتودي على دار خالي عبد الرحمن حجازي، على بعد أبو نص كيلومتر على اليمين. أما هلا المدرسة على اليمين، هلا بنوقف عندها. مدرسة يازور كان فيها 7 صفوف. هي الحديقة تبعتها هي على اليمين، هذه حديقة المدرسة كلها. كانت حديقة حلوة واسعة، فمتغيرة طبعا معالمها. وهلا بنوقف عند المدرسة بالضبط. هذه المدرسة على اليمين، بدك تاخذ جنب من هذا. طلاب يعني. شو هذه يا عمي؟ هذا الصف السابع ابتدائي، كان تكملة المدرسة. كان عبارة عن حوالي 10 طلاب يعني فيه، وبعد الصف السابع يتوزعوا الطلبة على رملة، على يافا، على القدس. تفضل. هذا جزء من مقبرة يعني. طبعا رايح قسم كبير منها، ضايل جزء بسيط، لأنه الشارع أخذ معظم هذا المقبرة. شايف؟ وأمامنا هنا بقايا يعني من البلد، هذه دور جديدة أغلبها. هاي أمامنا هنا في دار قديمة يعني بعيدة، إذا بتطلع على غاد شوي على الشمال هناك في على تل، في عندك محل أثري هناك فوق. هذه كلها مناطق جديدة يعني، بنايات جديدة يعني. أمور هاي مقبرة، إنما زي ما حكيت لك معظمها راح مع الإسفلت، فتحوا الإسفلت وألغوا المقبرة. هذا مقام الإمام علي، مقام الإمام علي، هذا مقام قديم مشوهينه
فارمه اللي عليها مش عارفين شيء. وبيظهر انه في ناس ساكنين، مع انه هذا مقام يعني مقام اثري. هي هنا على الناحية الثانية غاد المقبرة. هذه شجرة جميز قديمة يعني يمكن في عمرها حوالي 100 سنة. هذه الجميز اللي في المقبرة هنا على التلة، هذا القبة هذه اللي هو قبر القطناني. هاي في جنب القطناني الجميزة هذه، تحت الجميزة شوية جنب السور قبر الوالد. هذه معظمها كانت مقبرة. هاي إذا بتشوف المقبرة الكورة هي مفتحة هناك تقريبا، ضايل جزء بسيط جدا من المقبرة. فهذا الاسفلت الهاي واي اللي معمول هذا كله كان مقبرة. هاي آثار القبر القديم هاي احتياج على المقبرة. ناخذ يزور جاهزين هيك. ايوه توكل على الله. الآن احنا دخلنا يزور القرية يعني اللي هي القديمة. هذه الطريق القديمة اللي هي كانت قبل 48. طلعنا من الهاي واي احنا دخلنا. كانت الطريق قبل 48 تمر من وسط من هذا الطريق. فهنا المقاهي كانت على اليمين وعلى الشمال، انما الان تغيرت. هذه عمارات صارت جديده على اليمين. على الشمال هي في جزء من المقاهي اللي كانت قديمه، لكن غيروا معالمها وعاملين دكاكين وعاملين مطاعم وعاملين شيء. تقريبا هذه اللي على الشمال هي المعالم القديمه يعني زي ما هي ضل. شايف هنا على اليمين هذه كلها عملوا عمارات جديده، لكن على الشمال خليك خالد على الشمال. على الشمال هنا كلها هذه طيارة خليك على الشمال. على الشمال هنا كلها على الشمال هذه كلها هذه معالم قديمة مثل ما هي معالم قديمة. هذه شوفنا من السيارة تحدية واحدة. هنا إذا أنا يعني مش غلطان في كانت ملحمة لواحد اسمه سلخوت من بلدنا. وهنا أمامها كانت دكانة شاكر، دكانة بقالة لشاكر تيم. هذه مناظر مغيرين فيها، هذه طبعا إشي جديد. أمامنا هنا دكان سليم جبرين، هي أمامنا هناك دكانة سليم جبرين، دكانة محمد ظاهر. على اليمين هنا محل دكانة كانت اسمه محمود يوسف، هي محلها عمارة كبيرة قايمين. بتذكر الحاجة. بتذكر. هنا كان واحد من دار تيم على الشمال. محل هنا هالمناظر هذه السيارات. هنا كانت محل دكانة واحد من دار تيم نسيت اسمه سلطة، له لقب اسمه سلطة على الشمال. هنا هيهم عاملين بنك. هيو هنا هي في هنا اثار صبر. هي على الشمال اذا بتشوف خالد لغاد من المعالم القديمة في صبر. هي الصبر هناك. في ايش عندك معك؟ هنا مدخل يزور القرية. طبعا ما كانش شغال؟ هذا مدخل القرية عندنا. طبعا عاملين شارع واسع ومزفر، كان شارع بسيطي. هنا مغيرين المعالم تقريبا. هنا اذا بتطلع على اليمين وعلى الشمال دور جديدة كلها.
يعني المشوار اللي فات كانت شكل واليوم شكل، يعني هلا بتوه فيها عمالي، معالم متغيرة خالص. المعالم متغيرة، يعني بدي احاول اعرف محلات، كله اشي جديد هذا صاير، هذا كله اشي جديد. ملغين شوارع، يعني في بعض الشوارع اللي في القرية كنا نمر منها ملغينها، كل شيء متغير، كل شيء متغير. كل شيء متغير. على اليمين شبه واد هذا. والله يا خالد مش عارف انا اشرح ايش، بدي اعود ارجع وادخلها مره ثانيه، لانه هنا محلات مش عارفها جديده صايره كلها، بدي اعود ارجع ادخل من البلد مره ثانيه حتى اعرف المعالم القديمه، اعرف الدور، مش عارف شيء. تقدر كيف هذا كله بنا جديد، يعني مش عارف، يعني كأني في بلد ثاني مش عارف ايش ابدا. بدي احاول ارجع على وسط القرية حتى اعرف المواقع والبيوت والمحلات الاثرية والجامع، بدي احاول ارجع عليه. هذا ليش موجود الجامع؟ لا موجود، لانه اثري من زمن الرومان مثلا، مخلينه اثري. والله يا عم زمان ما اجوا مغيرين كل شيء عوض. كانت المعالم واضحة في الاول، كانت معالم واضحة، بس عم بغيروا. يعني هيني ماشي، انا مش عارف وين انا ماشي. بدي احاول ارجع على الطريق الرئيسي واشوف لي منفذ اللي ادخل على المحلات القديمة. والله ما انا عارف حالي وين. طبعا في البلد احنا، لكن كل شيء هنا متغير، كل شيء متغير. مش قادر اشرح لك يعني وين ايش هنا وايش هنا. لابد من الطول الشارع الرئيسي حتى نعاود نمسك طرف الخير. كل المعالم متغيرة، أرض متغيرة. حلوة يا زولي، حلوة حلوة. البيارات اللي كانت هنا كلها بيارات حلوة. هاي على اليمين دار قديمة، هاي مش عارف لمين، يمكن تكون لواحد اسمه خاشو. هاي بيارة. جهة دار خالي أبو حجاز، يمكن يعني كأني في بلد غريبة مش عارف ايش ابدا. والله هنا المعالم كلها متغيرة، ما احنا عارفين ايش ابدا متغير. نشوف نحاول نطلع على الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي ايوه على الشمال. شوارع ما دير بالك حاج، دير بالك. هنا على اليمين هذه دار، هلا عرفت حالي وين وصلت. هذا على اليمين هي، ها الدار البيضاء هذه، لا الدار اللي داخلية هذه. صورنا هي هذه دار خاشو، طبعا بيارة كانت هنا فيها. مع البلد هنا على الشمال هنا. هاي المقام قدامنا. على الشمال في دار قديمة تاخذ لي اياها والله يا خالد، هنا على الشمال هذه.
هذا على الشمال دار ابو شلبايه، معروف للجميع دار ابو شلبايه، في عليها سبيل ميه مقابل المدرسه، فيها سعيد شلبايه ومصطفى شلبايه اصحابنا كانوا. هلا رجعنا هنا على المدرسه، على الشمال هنا اذا كان بتركز على الشمال، هنا على اليمين المدرسه، اذا تقدر تاخذ شيء من الطرف هذا المدرسه من وراها. ايوه هنا هي المدرسه. ايوه كويس. المدرسه هذه المدرسه اللي عليها العبراني، هذه هي داخل المدرسه. هلا على الشمال، هلا على الشمال تحول على الشمال خالد. هذا من هنا كان شارع الدباغه، ودار الاستاذ سعيد النجمي كانت هنا. هذا هو الشارع، هيو هذا هو شارع الدباغه اللي بنفذ على الدباغه وعلى حاره النابلسيه وعلى طور كثار ناسيهم منهم. هاي امامنا المقبره رجعنا عليها، هاي المقبره امامنا، هاي الجميزه، وهي مقام هذا سيدنا القطناني، هذا من الجماعه يعني المتدينين، وضايل جزء بسيط من المقبره. اذا بتلاحظ هذه القبور، هي القبور مبينه بس العشب مخبيها، ولا لو فيش عشب بتشوف العظام تبع القبور، العظام الاموات بتشوفهم. هذه الاسفلت اللي امامنا كلها مقبره، هذا الهاي واي الاسفلت هذه كلها كانت مقبره. احنا هلا ماشيين الاسفلت اللي هو كان فيه مقبره، كله مقبره. هاي على اليمين الانحراف، هلا بندخل في يزور احنا القريه اللي هو الشارع القديم، رجعنا له. هاي القارمه مكتوب بآزور بدل يزور، عارفين حرف الواي. بدنا نحاول ندخل البلد حتى ندخل على الجامع، على المحلات الاثريه. هنا كانت بركه على اليمين لدار رمضان، بركه كبيره. هذه كلها معالم قديمه يعني. الشارع هذا الشارع الرئيسي اللي كان يطلع من يافا. هذه هنا قهوة أحمد ثمين. هنا كان السوق الرئيسي. خلاص ما عرفناش بالضبط لأنه كل شيء متغير. علينا نقرب في الحال. احنا من يزور هنا. جايين؟ جايين عم ناخذ هيك شوية صور. نتذكر الأيام الشباب. دور قديمة، كانت بركة هنا ودار رمضان، كانت طيارة، لكن تغير. نحاول لقينا الطريق نطلع على الجامع، على البوبرية، محلات أثرية هذه. هاي هناك الإمام علي صورناه احنا قبل شوية، جهة المدرسة. صورته؟ هذا شارع رئيسي، شارع يافا القدس. فقبل 48 كان هذا الشارع هو الرئيسي قبل ما يفتح الهاي واي هناك. لا شلون؟ تصور؟ طيب خذ لي هذه. هنا في عندك دكانه، هذه كانت دكانه لعبد الله جبرين، دكانة عبد الله جبرين كانت معروفة يعني قريبة على المدرسة، نشتري أغراض منها أول شيء. وهي كمان صف دكاكين كان الدكان.
دكان تتيم، شاكر تتيم، وقهوة تتيم، ملحمة سلخوز. كل هذا السوق القديم اللي كان في وسط يعني مدخل البلد يعني. هذا هو الشارع الرئيسي. هذا صف الدكاكين كله. احنا سيدي الان بنوقف في اول مدخل يازور مقابل شارع السلاقة، اللي هو شارع السلاقة اللي بودي على دارنا، دار حجازي، وعلى دار العاصي، وعلى دار نجيب، ومنطقة السلاقة. هنا امامنا نحن دكان سليم جبريل، وجنبها دكان محمد طاهر، حلاق كان هنا. هاي؟ اي نعم، كان في حلاق. خليك انت ما زي بعض كلنا. كان محل بسكليتات هنا، في دكانة سلطة هي هنا مبينة تقريبا. فهذه بيوت لسه قديم يعني زي ما هي. هنا على اليمين هذه البقعة الفاضية اللي فيها العريشة، هذه محل دكانة محمود يوسف، معروفة للجميع هذه. دكانة محمود يوسف انما مهدومة رايحة. وهناك مناطق دكاكين برضه قديمة هيها اللي على الشارع الرئيسي، شارع يافا القدس، لكن مش قادر احدد لمين لانه نسيهم يعني. انما دكاكين قديمه كلها على الشمال وعلى اليمين. هنا على اليمين، على اليمين هنا كانت دكانة شاكر تيم. هذه دكانة كانت معروفة لشاكر تيم. على طريق دارنا كنا لما نروح نيجي نضل نشتري لنا بتعريف بزر، نشتري بملين. فهي هناك هذه المنطقة، الشارع هناك المقابلنا هذا هو شارع السلاقة. هذا تمشي شوية حوالي 50 متر في دار العاصي، وبعدين تصل لدار نجيب، لدار أبو حفيظة، لدار محمد يحيى، لدارنا دار حجازي، دار أبو ناموس. بتلف على على دور رايحين نذكرها لما نوصلها. لما بوصل لعندها بقدر اتذكر واذكر يعني اي دار هذا مين هذا مين، لانه في الواقع المعالم متغيره يعني كثير. كل مشوار باجي بلاقي معالم متغيره اكثر واكثر. لها اكثر من مدخل البلد. بس بدي احاول. لا هلا هذا كمان مدخل. احنا قبل شويه ايوه هينا كمان مدخل. المدخل اللي دخلناه قبل شويه وسميته انه هذا مدخل يزور وكذا كنت غلطت، انما هذا المدخل هو المفروض. هلا بنمشي لقدام بنوصل لعند الجامع وبنوصل لمحلات اللي بعرفها. هذه معالم قديمه ومبينه. دكاكين برضه هذه لكن ما بعرفهاش هذه. على هذه والله خالد، هي دكان سليم جبريل، هي عليها الحديد، هذه العلامات القديمه، هي العقد القديم على الطريقه القديمه على الصوره. هي ضايله بس الدكان هي تبع سليم جبريل ودكانة محمد طاهر. هذول الاثنين هنا كان حلاق. هذه البنك هنا كله مهدوم تقريبا زي ما هو يعني، بس معدل مدخل مغيرين شوي لانه في دكاكين رايحه يعني. لا رايحه هلا بندخل منه وبنوصل لعند الجامع. هي هناك البلد، اثار من البلد، هي قرى، هي دور قديمه، هاي البقايا منها. اذا بتلاحظ هي الدار الازرق هذا عليه، هي هنا كمان مبين، هذه من اثار القريه القديمه. هي هناك امام السيارات كمان في دكاكين برضه قديمه هي هناك، لكن ما بعرفش لمين. اذا بتوجه لشمالك شويه على الناحيه الجنوبيه على الناحية الجنوبية كان في هنا بيارة كمان معروفة، هذه بيارة كبيرة لواحد اسمه درخم، اللي هي بعد الاسفلت، هذه جنوب الاسفلت. هذه في مصانع هناك رينو وكذا، هذه مصانع في داخل بيارة الدرخم.
بعدها خلفها مباشرة تيجي البيارة تبعتنا وبيتنا اللي احنا كنا ساكنين فيه، ورايحين نصل لعنده وناخذ صور عنده يعني. هنا بروح هنا على معمل الثلج كمان، هذا انكسر سنة 48. يلا بينا. هذا المدخل الرئيسي ليزور يعتبر. Yeah. هذا المدخل هنا مدخل يزور القديم. هذه هنا على اليمين الشمال هذه دكانة صغيرة قديمة. هذا مدخل يزور الأساسي، يزور القديمة. هذه هي مدخلها بالضبط. أيوه هنا على الشمال بنك، هذا دور جديدة. خلاص شايف على اليمين، على اليمين دور كمان بظهر قديمة مرممة. هي عاملينها دكاكين، هذه عاملينها دكاكين قديمة. هي أمامنا على الارتفاع الجامع. هي الجامع فوق. هذا الجامع ومحلات الآثار اللي في البلد هنا. ايوه يمشي لقدام شوي. أيوه مش بس خد قدام الشمال عم شوي شوي. هذا الجامع هذا من زمن الرومان، هذا مبني. هلا بنطلع عليه لأنه في محلات أثرية. بس رايحة طبعا. هاي جميزة؟ ايش بدي نبعد السيارة؟ تبعد السيارة. هذه جميزة عمي؟ بداية من السيارة احنا هذه جميزة هاي؟ هذه تودي، هذه في داخل دار، ما بعرفش هي في دار الحلبي، يا في دار الحلبي يا في دار الزلال ولا دار الحلبي. هي من هنا لقدام تيجي دكانة كمال القطناني، أبونا الدكتور أحمد القطناني، بتعرفوا يمكن. الدكتور أحمد القطناني هذا داره لهنا. الدكتور أحمد هي محل الساحة هذه. كان أبوه هنا فاتح دكانه قبال الجامع. وعلى اليمين شو فيه؟ على اليمين عمي. This is Yazur village, yes. Here, the mosque here. You know this is Yazur, is right? Yeah. Right. Are you from Yazur? Okay. Okay, yeah. I live in Yeah. This is the mosque here. You I know? live in Uzbekistan. Yes. This is the mosque. Story on this. What this? Mitsuda. What? Mitsuda. Story on it. You speak English? What's it? From where you are? What? From where you are? My funny? أنت من إيفو أنت؟ Miyazu. أنت من يزور؟ מישראל, ישראלי. זה هذا ابن מקום היסטורי. ابن بلدنا. אתה מה זה היסטורי? هذا של... ابن بلدنا هذا. של מין זה? לא, זה מקום היסטורי. אתה יודע מה זה היסטורי? כן, עתיק. כן, היסטורי. עתיק. של מין? זה היה פעם של המוסלמים. של מוסלמי. יש מוסלמי ביזור? קצת. קצת? כן. כן. Romanian building. Old building. סלמת. שלום. يلا. هلا تركنا الجامع على يميننا. هذا شجر جميزة على الطريق في جنب الجامع. كانوا الاخترية يقعدوا تحتها في الزمانات، لكن لمين مش عارف. على شمالنا هنا بالضبط. حول انت معي لما ولا مثلا على شمال. على شمالنا هنا دكانة الحج كمال القطناني، أبونا الدكتور أحمد القطناني. هي هنا على الدوار جاية. هنا دار الحج عثمان جبرين، هيها على شمالنا هيها، لكن رايحة محل الورد الأصفر هذا، السيارة الحمراء هذه قبالها دار الحج عثمان جبرين.
في هالمنطقة هذه، ودار السعدي مقداد، ودار الشيخ أحمد حامد، وبعدين بنروح على دار حليلي من هوغاد، بعدين بنروح عليها بنشوفها. هلا هنا على مقابلنا مباشرة هنا هذه الدار القديمة، هذه دار محمود، لا مش دار محمود يوسف، هذه كمان دار قديمة، بعرفش لمين هاي الدار، لساتها ضايلة على قدمها يعني. هذه ضايل فيها آثار يعني في سيارة بدها تمرق على قدمها ضايلة. هذه محلها دار قديمة. هاي الدار البيضاء اللي أمامنا هذه دار محمود يوسف، هذه ضايلة زي ما هي، هاي الحديد، صورة الحديد طالعة منها. هذه دار قديمة مثل ما هي لساتها. هذه دار محمود يوسف بالذات. ايوه هنا بننزل هنا الطريق هذه دغري هلا بتنزل على دار المبروك، على دار المبروك اللي بيقولوا لهم دار العتل، بيعرفوه معظم اهل البلد، دار العتل. ودار ابو طرخان في حلاك وانا كان من دار ابو طرخان. فهذه الطريق لساتها لا تزال زي ما هي قديمه. هذه النزله بتودي على دار العتل، دار المبروك، بتودي هي دار هنا في دار ابو طرخان حلاك كان هي في جنبها هي دار عبد اللطيف المبروك، هذول اللي بعرفهم. هي منها وتحت هناك كانت دار العتل، وبتطلع من هنا على سكة الحديد على مصنع شلاتي. هذه كانت بيارة هنا كمان اسمها بيارة حميد، هذه للحوامدي، فيها بركة مية وفيها بير وفيها بابور، لكن المعالم متغيرة. إنما شايف فيه ضايل أشياء قديمة يعني. هاي الشارع القديم لساته موجود. هلا بنطلع على المنطقة الثانية، بنطلع على سكة الحديد كمان شوي. وانا قديم باين. هذه تدور على قدمها يعني بالضبط. هذه اكيد دار المبروك، عبد اللطيف المبروك ابو يوسف التحتانيه. خذ لنا صوره بالكاميرا العاديه هيك. لف هناك على دار محمود يوسف، هي هناك برضه من هنا، وبتبين التله تبع الجامع هي هناك. هذه صورناها قبل شوي، دار محمود يوسف هذه على الزاويه ضايله تقريبا زي ما هي. وهي هذيك الاشجار هذيك اللي هي فوق الجوبريه والجامع، هلا بنطلع عليها بناخذ صور هناك. دار محمود يوسف هذه؟ هاي دار محمود يوسف هذه البيضاء، يا شباك الاباجور عليها. وهي هنا اثار، هي في بيوت، هي توته قديمه هنا، الاشجار قديمه من الاشجار اللي كانت اول. هذا ملعب من زمان. مش قادر اتذكر بالضبط، لكن في اشياء قديمه ضايله، شيء مجدد شيء خربان. هذا ملعب عاملين جديد هم يعني. هذيك الترميد عتيقة، دور قديمه ومرممه يعني، بس هذه هنا بدها تكون قديمه 100%، خاصه الدار هذه بحط اخذ صوره عادي فوتو عليها عشان تبين هذه الدار وهذه الدار. صورة كاميرا زي تاخذ لنا. هذا على اليمين هنا الطلعة. على يمينك هذه هنا منطقة الجامع برضه. التلة هذه منطقة الجامع. وهنا هنا على اليمين. الجامع على اليمين هلا. هاي هنا على الشمال في آثار دار مرممة، هي قديمة كأنها مرممة. هاي دار قديمة، وهيها من هؤلاء دور قديمات، بعرفش لمين. ورا دار محمود يوسف الدور لمين ما بعرفش. هاي هذه وراها لدار محمود يوسف.
هي هنا على الشمال بتنزل بتروح على سكة الحديد، بتروح على البيارة الحمراء. بيارات اسمها البيارة الحمراء لأنه أرضها حمراء، فرايحين نزورها وناخذ صور، رايحين ناخذ صور عنها. هلا بدنا نطلع نروح على اليمين احنا على الجامع، بس هذا لقطة هذه بيارات الحمراء. لا بدناش نروح، بدنا نميل على اليمين. شايف؟ الأرض الحمراء. هذه طريق الحمراء. هنا في دار يمكن دار المشراوي، دار العبد خميس تبع البسكليتات، هذا اللي بتذكره يعني. انما هناك بصير بيارة الحمراء بيارتنا، لما نوصلها بنعطي تفاصيل اكثر عنها. هلا بدنا نطلع على الجامع. على اليمين هنا هذه منطقة البلد القديمة هذه. احنا هلا في داخل البلد القديمة، احنا داخل البلد القديمة. هي على شمالنا في دار مرممة هيها. على اليمين هذه طلعت الجامع هذه والبوبرية. راح نوقف هلا ونطلع عليها. هذه مناطق البيارات الحمراء، بتيجي بعدها سلمة. تعرف سلمة؟ قرية سلمة بتيجي ورا البيارات الحمراء. هذه اللي قدامنا دار حاج ملاحظ قديم. هذه دار قديمة لكن بعرفش لمين يعني. شايفها؟ هاي من دور القدم بالو، هاي كمان من دور القدم بالو. هاي في دور قدم كثيرة كلها قدم، هاي بس مرممينها مغيرينها يعني. هاي يلا هاي. هلا بدنا نطلع احنا على الجامع وعلى المحل الاثري اللي هو البوبرية هذا. يلا خلينا ماشيين. وخذ الصور. خذ الصور. خليها تبين المنطقة هذه كلها. هنا كان في بيوت برضه لناس مبنينها وعاملين منتزهات. جامع عاملين حديقة عامة. هنا كان في بيوت جنب الجامع. هاي في بيوت قديمة هنا. بيت لواحد ما بعرفش لمين. احنا على وشك الوصول لاكبر محل اثري اللي هو بنسميه البوبرية. هذه البوبرية فيها نفق تحت الارض، لكن مش شغال حاليا، انما نفق بمتد له 4-5 كيلو تحت الارض. كان مبني على زمن الرومان، على زمن ما بعرفش، زمن قديم يعني. فهلا بنوصل لعنده وبنوقف على باب البوابة تبعه، وبيجي موقع البوبرية هذه في جنب الجامع اللي هو مبني من زمن الرومان، الجامع القديم. هذه هنا محل، هذه ساحة هنا محل بيت كان من دار أبو ناموس على هالتلة هنا، بعرفش شو اسمه، إنما هيهم هنا مهدوم وعاملين زي ساحة هيك جلسة. احنا هنا في أعلى منطقة في البلد اللي هي في وسط القرية هذه، اللي هي موقع الجامع، موقع البوبرية. هذا أهم محل أثري. ايوه تصورني زين، صورني وانا بصور. عارف لها زين؟ وين كم ستة؟ ايه جواز هات فرجيني. بالنسبة له هي سمرة. هاي سمرة. هذا بحرق بنات.
هذه محل دار هنا. هذا بلاط، إذا شايف هالبلاط مزركش للأول، هذا بلاط الدور القديم اللي كان. هاي ضاي البقايا. هاي هنا في الأرض هذه كمان محل دار، هاي البلاط تبعها لسه في آثار منه موجودة. إذا بتقدر تاخذ المنظر من فوق من هنا كمان. هذه محل دار أبو ناموس بتصور كانت هنا في هالمحل هذا. هذا البلاط المزركش، كل البيوت كانوا دائما يزينوا البيوت البلاط الأرضية، يزينوها بديكورات البلاط ملون. طلعنا لفوق شوي راح ناخذ مناظر احلى تطلع معنا. هذا خط المسافات عليه. هي البوبرية، هذا اللي هو المحل الأثري المعروف عند الإسكندرية وعند الكل، اسمه البوبرية. عبارة عن نفق تحت الأرض يمتد لاتجاه المدرسة، مسافة يمكن كيلو، أكثر من كيلو، ما بعرفوش يعني، ما عنديش فكرة، ما عمريش دخلته. إنما اللي بعرف هي الباب تبعه هلا بنوصله، ومن هذا الباب كل اللي شايفها كلها ما بتشوفوا من مناظر هو مناظر القرية. إنما في بيوت قديمة، في بيوت جديدة، في بيوت مرممة، معالمها متغيرة. الوحيد اللي بنعرفه البيت القديم اللي هو على قدمه سنة 48 ممكن نقدر نعرفه لمين. أما معظم البيوت ومعظم البلد متغيرة فيها فيها نفق تحت الأرض زمان ما بعرف. نفق امتد لغاية المدرسة لتحت. هذه هي البوبرية يا سيدي. قديمة، والبيوت القديمة إنما مغطية بالأعشاب هنا. هذا شجرة الزنزلخت اسمه. هذه شجرة اسمها شجرة الزنزلخت، برضه معروفة عند أهل البلد، شجرة معروفة وين ما كان مزروع منها. زنزلخت إلها بتعمل حب هيك زي حب العنب. هاي بذر. شايف؟ هذه يا سيدي شجرة الزنزلخت. عمره مر عنك زنزلخت؟ ولا يمكن احفظها، لو انه اسم جديد لا يمكن احفظه، انما اسم قبل 40 سنه 45 سنه عالقه في دماغي. الزنزلخت، هذه الزنزلخت. هي هنا ورا الشجره هنا اللي هي البلد القديمه، قديمه بين الحشيش هذا اللي قبل ما اولد يعني. هذه كانت البلد القديمه هنا وفيها بيوت. كيف في اريحه البلد القديمه فريحه ومهدمه، وهذا هنا بتبين احجارها، انما العشب اللي عليها مغطيها. بنحاول من الجنب هنا بالكعب نشوفها. هذا الكريس هنا، هي لسعتني كريسه يا خالد. هذا كريس زي بشوك اسمه كريس، بكرس بتضلها تحك. طلع هلا بدي اضلني احك فيها، محل ما قرصتني بدي اضلني احك فيها، بتضلها تقرص. فلهذا السبب لانها بتضلها تقرص مسمينها كريس. فمبزره هلا ومسممه. لما بتبزر هيك بصير مسممه زي الحيه اللي مسممه في الصيف. شايف؟
هذه أحجار من دور البلد القديمة. هذا حجر من البيوت القديمة. البيوت القديمة بدنا نحاول نشوف إشي منها. هنا كلها متغطي في العشب. هذا كاين زي طريق للبلد القديمة خالص. أي طريق إلى ممر. للأسف إنه الأحجار والبيوت كلها مغطية بالحشيش. هذه يعني مش مبين. هذه هنا محل بيت برضه قديم قديم. هنا هو هذا محل بيت كان قديم بيظهر في الزمانات. هذا بيجي امام البوبريه بالضبط بيجي. هذا هي اثار احجار مبينه. شوكة قديمة كمان. هذه قديمة يعني من الأشجار الموجودة قديمة. هذا النفق تبعهم. للأسف الشديد كل شيء مهمل. مخروا عاملينه لكل حياة. حل أثر من هالنوع المفروض يكون له حرمته، له صيانته، له هذا. أيوة، احنا الآن في داخل البوبرية. هذا هو سقف البنى القديم بالذات القديم. هذه حالتها بالشكل هذا قبل 40 ل 44 سنة تركناها بهذه الصورة شكلها. بس الفرق انها كانت على زماننا كانت نظيفة، ننظفها ونهتم فيها ونروح فيها، انما مهملة حاليا. هو كل شيء مش إسرائيلي يفهموش. شوفوا يا زين هنا خلاص. هذا كله حجر. نعم. كله حجر. ايوه بس احنا هون. نعم. على هيك هلا شو في تحت هون؟ هو تحت هذا النفق نفق وفي ممر طويل يعني بعرفش تاريخه بالضبط، انما كانوا يستعملوه يمشوا فيه في زمن الرومان بتصور او هذا. كان يوصل لجهة المقبرة تحت لجهة المدرسة. فما عنديش بوقع فكرة كاملة عنه، انما هذا اللي بعرفه يعني محل اثري قديم. وهي المغارة تبعته هذه، ومن هنا بيبدأ النفق تحت الارض. اما حاليا هلا احنا باتجاه الجامع ماشيين. هنا احنا تقريبا هذه القطعة تصور فيه كان بيت هنا يعني قديم طبعا مهدوم هاي. انما الان احنا بين الجامع وبين البوبرية بالضبط. فهنا احنا في طريقنا للجامع. هذه برضه قديمة. وهنا طبعا هذا يعتبر اعلى
منطقة في البلد يعني في القرية، وأقدم محل في القرية اللي هو البوبرية والجامع القديم. هذا هو شباك الجامع. الجامع مش بتغير أبدا منظره، مخرج خالص. شايف اللي شغل لك هذا المسلمين؟ حكى الولد. هذا المسجد هون؟ هذا المسجد، هذا شباك المسجد. هذا شباك، لاحظ عرض الحيط تبعه أكثر حوالي مترين. عشان هيك صامت اليوم. لكن ما فيش فرق. لاحظ. هذه شجرة زنزلخت برضو على جنب الجامع، هذه بتصور قديم يعني. هذه واجهة البوبرية من الناحية الثانية، من الناحية الغربية. هذا مدخل البوبرية. ماشي. احنا طبعا جينا من الخلف يعني، طلعنا للجامع، انما هذه في طريق للجامع اللي كانت تيجي من الشارع الرئيسي اللي هي من عند دكان الحج كمال القطناني. هذا مسكرين هذا بأسلاك شائكة، فلهذا السبب ما نقدرش نطلع من الطريق الرئيسي عليه. هذا مدخل الجامع. هذا درج نطلع للسطح. هذا المدخل. كتبناه بقول لك يوم هاي في اشياء كثير عبارات. هلا شو تحكين عن الإمام المفروض. كان في اسمائهم وهنا في نار كانوا مهندسين. لا بس هاي مشيت الأرض. لا اعتقد شو لا. هذا هو الجامع، المكان المقدس اللي نتصور شو اليهود عاملين فيه. طلع هي هو نكون عاملين فيه مرحاض. هذا هنا مرحاض. هذا وسخ، الوسخ مديت ايدي عليه فكرت اشي مرحاض في الجامع وبوسخه، شفته اسمر مديت ايدي عليه بدي اطل لي فحم الاشي اكتب، فايدي لبطت في الوسخ ولبطت في الخار. هذه المقدسات اللي بيهتموا فيها. هذا جامع عمره مئات السنين. طه كمان هم من يسوع حاجة. تحته سهام سعد. كل واحد محمود السعد. محمود السعد. نعم. هذا هو الجامع، هاي المحراب. صورة صليب القديم. الله أكبر.
هذا المحراب الثاني. هنا أهل البلد اللي بتيجي كل واحد بيكتب اسمه. هاي في عندك هنا عمر جبريل، هاي كفاح جبريل، أمان جبريل، كلها جبريل شايف. الناطور، مين كمان؟ علي محمد السعدي محمود، علي طه، محمود السعدي. بحاول ألاقي حاجة أكتب فيها، للأسف الشديد مديت إيدي لكنها خريبة بدل ما ألاقي تبشورة. شو كتبت؟ كتبت: لن ننساك يا يزور الغالية، سنعود إن شاء الله، النصر قريب بإذن الله. تفضل. هذا المنظر من أعلى موقع في يازور، على باب الجامع بالضبط، ونرى أمامنا أراضي بيارات الحمراء والطريق الجديدة اللي عند سكة الحديد شمال البلد. وإذا بتلاحظ في عمارات كبيرة هناك عالية، هذه في سلمة، قرية سلمة اللي هي مجاورة ليزور من الشمال. وهذه الأراضي الخضراء اللي مبينة هذه من أراضي يزور، اللي هي أراضي بيارات الحمراء تبعتنا، بياراتنا.